موسم صفر للزمالك. انا بقول لك اهو، مجلس الاداره ده والمجالس السابقه كلهم ماشيين باجنده معينه، ان انت كزملكاوي تفضل كده. انا طول الفترات دي كلها ساكت ومش عايز اتكلم في الكلام ده لانه كلام كبير قوي، بس هم خلاص اي حد هينجح في نادي الزمالك لازم نمشيه. كان عندك اوسيريو احسن مدرب دخل مصر، بس ما عندوش لعيبه، فالمفروض نسيبه ونديله فرصته ونجيب له اللعيبه اللي هو عايزها. لا يا معلم، احنا نمشيه ونجيب غيره ونجيب لغيره اللعيبه اللي هو عايزها، فطبعا نفشل ونقعد سنتين ثلاثه نضرب اخماس في اسداس. فيجي لنا الكابتن ايمن الرمادي احسن مدرب في مصر، يكسب بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا اللي واخده من سان داونز، فنعمل ايه؟ نمشيه طبعا، ونطلع طبعا اشاعات ونقول ان احنا مشيناه اصل هو مرتبط بعقد في قطر باين او في الامارات وما ينفعش يكمل، فالراجل يحرجهم ويفضل قاعد وبعد كده يمضي مع البنك الاهلي، وهم بعد كده يقول لك ايه، اخ معلش ما خدناش بالنا من الموضوع دوت، بس هنحاول ايه نجيب مدرب تاني. يتعاقدوا مع جون ادوارد اللي يلم الفرقه وياخد لك الدوري. لولا جون ادوارد ما كنتش اخدت الدوري، وهم اصلا مش عايزين تاخد الدوري، وهم اصلا كانوا السبب في ضياع الكونفدراليه. وانا باكد على الكلام دوت ان هم اللي قالوا لمعتمد جمال العب بلعيبه معينه والعب بخطه معينه عشان الكونفدراليه تضيع. اصل انا قلت الكلام ده قبل ما الماتش يحصل وحصل بالملي وخسرنا الكونفدراليه. يعني انا فاهم وهم مش فاهمين، لا هم فاهمين كل حاجه وهم عايزينك كده تدور في الدايره دي. انت حجمك يا ابني قد كده، زي ما كان قبل كده بيطلع مرتضى منصور يقول لك ايه، احمد ربنا ان انت خدت الكاس، كفايه عليك يا عم. انا مش بتاع لا كاس ولا بتاع الكلام دوت، انا بتاع دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وكاس عالم للانديه وكل حاجه، بس انت اللي محجم لي فكري انت وكل المجالس. انا بقول لكم اهو، موسم صفر على نادي الزمالك، وكبيرك تاخد السوبر المصري ده ان اخدته اصلا، واتفرجوا على المهازل اللي جايه، ومجالس الاداره بقى تطلع في كل البرامج تقول الاسرار والفضايح، اصل ده بياكلهم عيش. كان جون ادوارد قاطع عيشهم طبعا ومخليهم زي الفراخ الدايخه مش عارفين يوصلوا للمعلومه، فهم وولاد النادي الجمال لازم يطفشوا الراجل الناجح. اي حد هينجح في نادي الزمالك لازم ولاد نادي الزمالك يطفشوه. مرتضى منصور انا ضده، بس هو قال كلمه واحده بس، قال لك انا ما عنديش رموز نادي وما عنديش ولاد نادي. انا عارف ان هو بيقول الكلام دوت من قلبه فعلا، والكلام ده صح 100%. وانا اصلا والله كنت متاكد ان لو جون ادوارد اخذ الدوري هيطفشوه باي طريقه، وكنت مستني هيطفشوه امتى. اي حد هينجح في نادي الزمالك لازم يمشي. انت يا ابني ليك حته معينه تلعب فيها، هتلعب في مساحه اكبر من اللي احنا محددينها لك، مش هنخليك على وش الارض، انت مش هتظهر تاني. اتفرجوا بقى على الفضايح اللي جايه ونادي الزمالك بقى والشرده، واللعيب اللي راح طرطر في الحته الفلانيه هتعرف ان هو طرطر، واللعيب اللي اخد 50 جنيه سلف من واحد صاحبه هتعرف ان هو اخد 50 جنيه سلف، واللعيب اللي بيلعب جيمز على الموبايل هتعرف انه بيلعب جيمز على الموبايل. فضايح. اتفرجوا على اللي جاي. انا والله العظيم مجلس الاداره ده والمجالس السابقه هي اللي هدمت نادي الزمالك، وانا عارف الكلام ده من زمان، وعندي اسرار من 20 25 سنه انا عارفها وما كنتش برضه اتكلم فيها. لكن لما نوصل للمرحله دي، لا، الفتره الجايه انا هتكلم، والفتره الجايه انا ضد مجلس الاداره، والفتره الجايه الوايت نايتس وجمهور نادي الزمالك لو راح الاستاد يبقى يوقع نادي الزمالك، لان انتوا الاداه اللي بيستخدموها عشان خاطر يظهروا بمظهر حلو جدا قدام الناس، يقول لك بص الجمهور ملفوف حوالينا. لا، الجمهور المفروض يفهم اللعبه ان انتوا ضد نادي الزمالك. واتفرج بقى اليومين الجايين عشان يسكتوك بقى، هتلاقي فلوس طلعت بقى والمعسكر بدا واللعيبه، ويحاول يضحك عليه بقى ايه ويرجرشك، يقول لك ايه بص بقى جون ادوارد اول ماشي الدنيا ظهرت معاه نفس السيمتريه بتاعت كل مره، كل مره ايه يمهمزوك المهموز التمام، يضحكوا عليك. انا قلت الكلام ده على مجلس اداره النادي الاهلي، ودلوقتي بقوله لكم على مجلس اداره نادي الزمالك. انا راجل بتكلم كوره وفاهم كوره وزملكاوي قوي ومتعصب، فاحكي لك بقى الفتره اللي جايه تبقى معايا عشان احكي لك على الكوارث. فبعد اذنك يا زملكاوي تتابع صفحتي وتشترك في القناه على اليوتيوب وتفعل زر الجرس وتستناني، عشان انا هقول لك على فضايح كبيره.